ومع برنامجنا فاسألوا أهل الذكر. وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى في البداية نقول نرحب بفضيلة الدكتور حسن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك بالمشاهدين. الأخوة والأخوات، مع هذا البرنامج ونحن نتحدث مواصلين في الحديث عن الرحمة، مفاهيمها وما تقتضيه وما مر معنا من تطبيقاتها، وأيضا ما يمكن أن تكون فيه. في لقائنا اليوم يكون اللقاء رحمة الصغير وتوقير الكبير ومراعاة حق الأهل. ذلك أن المجتمع المسلم أيها المستمعون والمستمعات الكرام له قواعد ينطلق منها وأسس كذلك في ما مكوناته الأساسية، ومن هذه المؤسسات وهذه الأسر التي تتطلب أن تكون بينها حاضرة التعامل كيف يكون وعلى ماذا يبنى. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدع لنا لهذه الرحمة في بيوتنا كيف تكون. وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه في السنن، حديث الصحيح: من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي رواية ويعرف حق كبيرنا فليس منا. فهذا أساس ننطلق منه إن شاء الله في لقائنا هذا، لنعرف هذه البيوت التي تجمع ساكنيها، وهذه البيوت التي ينبغي أن تكون مصدر طمأنينة وراحة وهدوء بال. هذه البيوت التي يجب أن تشيع على ساكنيها بالخير وبالرحمة، تتضمن ضمن ما تتضمن فئات ومستويات عديدة من صغار السن، من والدين، من كبار الجدود ونحوهم. كذلك حق كل أحد في هذه البيوت وما له وما عليه ينبغي أن يكون واضح. وقد عنى الإسلام بهذه الأمور عناية فائقة حتى تكون هذه المؤسسة المهمة جدا في المجتمع المسلم تكون على ما يمكن أن يكون أساسا متينا في بناء المجتمع المسلم. مدخلنا لهذا اللقاء وهذا الموضوع لنتعرف عن هذه المكونات، من هم الصغار ومن هم كذلك الكبار، وحق الزوج كذلك على زوجته والزوجة على زوجها. ليكون المدخل فضيلة الشيخ من هذا الباب حتى إن شاء الله تعالى نتناول باقي محاور اللقاء. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الشارع حراسة هذا الإنسان، هذا الكائن المكلف، والاعتناء به ورعايته والاهتمام به جسديا والاهتمام به عقليا والاهتمام به كذلك نفسيا وروحيا. وهذا لن يتأتى من خلال التصور الإسلامي في ظل حالة فردانية، كما قال الإمام ابن خلدون: الإنسان مدني بالطبع، الإنسان يظل يعيش مع آخرين، لا يستطيع أن يعيش منفردا. ولهذا التصور الإسلامي فيما يتعلق ببنية المجتمع يبدأ من الأسرة. والأسرة تعتبر واحدة من الوحدات الأساسية في النظام الاجتماعي. حتى لو افترضنا قيام دولة إسلامية، فإن الأسرة فيه تشكل وحدة أساسية لها حقوق ولها واجبات ولها التزامات، وتقوم بالتنشئة وتقوم بالاهتمام، وأعطاها الشارع مساحة واسعة في هذا الاتجاه حتى لغير المسلمين، ليس فقط للمسلمين، حتى لغير المسلمين أعطى مساحات بحيث الوالدين يستطيعوا أن يشكلوا العقلية الأساسية للطفل. حتى لو افترضنا في مسيحي ولا في يهودي ولا في غير مسلم داخل الدولة الإسلامية، فإن من حقه أن يشكل طفله بالشكل الذي يريد، لأن هذه هي اللبنة الأساسية في المجتمع. ثم بعد أن يكبر الطفل من حقه أن يحدد الوجهة التي على كل يريد. وبالتالي مقصودنا الآن بموضوع الصغير والكبير والأهل، هذه العناوين الثلاث هي تكاد تدور في محور الأسرة. تكاد تكون في محور الأسرة. فالأسرة تتكون ابتداء من شخصين، وهما الزوجان، رجل وامرأة. هذه مفهوم الزوجية. فالإسلام لا يعترف مثلا بالمفاهيم الحداثية للزوجية، فلا تتكون أسرة
أو بيت زوجية من رجلين، ولا تتكون بيت زوجية من أنثيين. يعني هذه ليست من الأسر، حتى وإن اعتمدت الآن في أوروبا بأن هي صاروا يعتبرون ذلك أسرة، لكن بالنسبة لنا هذا ممنوع تماما. فلا تتكون الأسرة إلا من مفهوم الزوجية فيها هذه المغايرة، أنثى مع رجل. نعم. ينتج عن هذه العلاقة بطبيعة الحال أو ليسبقها وجود والدين لكليهما. فالزوجة قد يكون عندها أم وأب، وقد يكون أيضا أحياء، وكذلك الزوج يمكن أن يكون له والدان، وبالتالي هذا امتداد، كل ذلك نعتبره من الامتدادات. أيضا قد ينتج بعد ذلك، هذه إذا اعتبرنا أصول الأسرة، فإن أيضا هذه الأسرة ستنتج فروعا، ومن الفروع أن يكون هنالك أطفال أو أولاد، والأولاد هنا بمعنى البنين والبنات، فينتج عن ذلك فروع الأسرة. إذا نشأت أسرة فيها أصول من الآباء والأمهات، وفيها فروع من خلال أيضا البنين والبنات. أيضا هذه الأسرة عندها حواشي. ما في أسرة اليوم تخلو مثلا من الأعمام والعمات والأخوال والخالات، هذه كلها تدخل معنا في مفهوم الأسرة. إذا الأسرة هنا لاحظ بدأت من شخصين، ولكن امتدت امتدادا مباشرا. هنا ستأتيك بعد كده الامتدادات المصاهرة، الامتدادات الرحمية إلى غيره، لكن خلينا الآن في هذه الأسرة المصغرة فيها أصول وفيها فروع، وفيها إذا اتسعت أيضا فيها الحواشي. في هذا الوضع من حيث الوضعية بتاعة الأعمار بطبيعة الحال ستبدأ معك في الأصول هنالك كبار السن، وفي الفروع هنالك صغار السن، هنالك متوسط السن، هنالك الشباب، وهكذا. فهنا نحن نتكلم عن الصغير، والصغير نحده هنا حتى تكون صورة الصغير واضحة، يعني من الطفولة منذ لحظة ميلاده إلى لحظة البلوغ والتمييز فإنه يعد صغيرا. يعني ما لم يبلغ، ويعني الاحتلام على كل، سواء الاحتلام للذكر والحيض ظهور الحيض للأنثى، فهنا تبدأ نهاية الطفولة ونهاية الصغر إن صح التعبير. لكن ليس بلازم مجرد ما خلاص طلع من الصغر صار كبيرا، ليس بلازم. هو صحيح صار راشدا، لكن الكبير الذي نتكلم عنه هنا هو الكبير في السن الذي دخل إلى مرحلة الشيخوخة أو دخل إلى الكهولة على كل ما، يعني يوقر كبيرا التي وردت في الحديث هنا على وجه التحديد هو كبار السن، وهم يصنفون في الضعفة. فالكبير هنا هو شخصا ضعيفا، والصغير كذلك شخص ضعيف. فبدأ الإنسان بالضعف وينتهي كذلك بالضعف، وما بينهما الشباب والصبا والكهولة وغير ذلك. أما موضوع الأهل قد يكون يقصد بها في بعض النصوص الزوجة. أيوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول خيركم لأهله قد يقصد بها الزوجة بشكل مباشر، وقد يقصد بها جملة النساء، وقد يقصد بها الأهل كلهم. لكن هنا تحديدا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن موضوع قيل بأن لعل المراد بها هو النساء اللائي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الرجل أول ما يدخل في الأهل الزوجة، وهي أهله، ثم يدخل بعد ذلك أطفاله ووالداه، وكذلك حواشي هذه الأسرة. فهذا باختصار مفهوم موضوع المفهوم فيما يتعلق بالصغير والكبير وموضوع الأهل. في كل هذه المساحات خاطبتنا الشريعة بأن ما تسود فيه من علاقات يجب أن لا تكون إلا على أساس من الرحمة والمودة والشفقة والتوقير والاحترام، وتؤسس لأخلاق وقيم الأسرة. وهنا نلاحظ بأن الطفل التنشئة الاجتماعية تبدأ من البيت. تنشئته الاجتماعية تبدأ من البيت. فإذا أنشأت هذا الطفل على توقير الكبير فإنه سيظل في حياته كلها حريص على أن يحترم من هو أكبر منه. إذا أنشأته على الرحمة بالأسرة سينشأ فيه خلق الرحمة وقيمة الرحمة في حياته كلها. فعلى كل خطورة إهمال موضوع البيت في زراعة القيم يكمن في أنك ستخرج من هذا البيت إما شخص صالح وإما شخص فاسد المجتمع. وبالتالي نحن هنا نحرص على أن نقول موضوع البيوت يجب أن تؤسس على المودة، على الرحمة، على الشفقة، على التعاون، على الإيثار، على زرع القيم الفاضلة،
على حب الفضيلة، حب التعاون. هذه كلها من القيم حقيقة التي لا بد أن تزرع في البيت، بحيث نستطيع أن نقول بأن هذه البيوت هي بيوت بيوت الرحمة. نعم، بارك الله فيكم على هذا الاستهلال الجميل وهذا البيان لأقسام أو نقدر نقول حقيقة ما يكون تحت ظلال الأسرة بحسب يعني سواء كانوا أبناء صغار أو كانوا كبارا أو كمان العلاقة بين الزوجين. الحقيقة يعني التعامل النبوي دائما وأبدا هو المعيار وهو القدوة. لعلنا نتلمس بعض النصوص التي حقيقة تؤكد على أهل هذا البيت حتى حقيقة تكون بيت كما تفضلتم يعني منشأ على تقوى من الله عز وجل. فلعلنا إن شاء الله نطل إطلالة بما تيسر من بعض المواقف النبوية وبعض الأحاديث التي تؤكد أن هذا البيت يجب أن يكون فيه كما أشرتم رحمة ومودة وشفقة، وحتى بإذن الله يكون على يعني ما يرضي الله عز وجل. نعم. موضوع معرفة الحقوق ومعرفة العلاقات، لعل استهللت بحديث مهم جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويوقر أو يعرف حق كبيرنا فليس منا. هذا حديث طبعا عمدة في الباب. نعم، عمدة في الباب، بمعنى أن والله الكبير عليه أن يرحم الصغير، والصغير عليه أن يعرف حقوق الكبير. وهنا طبعا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الرحمة للصغير وعبر عن الحقوق للكبير. فحق الكبير ليس فقط الشفقة والرحمة، هنالك جملة من الحقوق يجب أن يعرفها الإنسان بالنسبة للكبير. وهذا الحديث ليش أقول عمدة؟ لأنه سبحان الله سيحدد طبيعة العلاقة. فأنت ككبير داخل البيت إذا تعاملت بالرحمة مع الصغير، الرحمة في القول والرحمة في الفعل والرحمة في الأحوال التي تسود داخل البيت، فستكون هنالك محبة، وسيكون هنالك شفقة، وسيكون هنالك حنان للأطفال، ستكون هنالك إهداءات، سيكون هنالك أفعال مثل لمس الرؤوس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يلمس رؤوس الصغار أو رؤوس الصبيان. ولعل أحد يعني لعله ابن عبد الله بن سلام قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنني ومسح على رأسي، إلى غير ذلك. كل هذه تبين لنا بأن موضوع الرحمة الذي هو أصل في العلاقات الإنسانية هنا يعني نعطيها للصغير بنسبة كبيرة. طيب، بالنسبة للكبير، الكبير يحتاج إلى معرفة الحقوق. نعم، ليست رحمة فقط، هي صحيح الرحمة داخلة، يعني من حق الصغير أن يرحم أيضا يرحم الكبير ويشفق عليه ويتعاون معه. لكن هنالك جملة من الحقوق، مثلا من الحقوق المهمة جدا بالنسبة لكبار السن هو مثلا ألا تتقدم عليهم في الحديث في المجالس. من الأدب ومن الأخلاق ومن الاحترام أن تعطي الحديث ابتداء للكبار قبل الصغار. وهذا طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كبر كبر. نعم. فتكون البدايات دائما كبار السن، تعطيهم المقدمة في الحديث ما استطاع. أيضا من الحقوق أن يبدأ الصغير الكبير بالسلام، يعني ما تخلي والله الكبير هو الذي يبدأك بالسلام. الصغير أنت أصغر سنا، أنت بادره بالسلام، أنت اذهب إليه في سريره في مجلسه في مكانه وسلم عليه. هذه من حقوق أيضا حقوق. أيضا إذا كنت داخل على موقع من المواقع، اجعل الكبير يدخل أمامك ولا تحاول أن تتقدم عليه أو تسبقه. هذه أيضا أيضا فيما يتعلق بتصدر المجالس، احرص قدر الإمكان أن تجعل في صدر المجلس من كان كبيرا في سنه. وكذلك مما يدخل في حقوق الكبار مساعدتهم، إما مساعدتهم ماليا إذا كانوا بحاجة إلى مال، أو مساعدتهم حتى في قضاء حوائجهم. فكثير من الناس عندما يكبر به السن ويكون جالس في البيت أحيانا لا يستطيع حتى أن يصل إلى عزكم الله يعني يصل إلى دورات المياه مثلا. فكل هذه باختصار يعني موضوع حقيقي كبير جدا. لكن ومن لم يعرف حقوق هذا الكبير فليس منا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا حق فليس منا، طبعا هنا ليس فيه التكفير لكن نفي كمال الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفي كمال الإسلام، كمال الإيمان، وبالتالي لا بد للصغير أن يعرف حقوق هذا الكبير. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من إجلال الله
إجلال ذي الشيبة المسلم أو إكرام ذي الشيبة المسلم. جميل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. يعني أنت عندما تكرم هذا الكبير، تكرم كبير السن، فإنما تجل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أمرك بذلك، فأنت تدخل في هذا الموضوع. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم، فأنت تنزل أصحاب الوجاهات منازلهم، وتنزل كذلك كبير السن منزلته. يعني أنت لا تتعامل مع كبير السن كما تتعامل مع صديقك، ولا كما تتعامل مع من هو أصغر منك سنا، ولا ما تتعامل معه في سنك، لا. فإن من الآداب أن تنزل كل شخص في منزلته، فتنزل الوالد منزلة، وتنزل الوالدة منزلة، وتنزل الجد منزلة، وتنزل الصديق منزلة، وتنزل كبير السن بشكل عام منزلة. هذه كلها من الأشياء التي لا بد أن يراعيها الإنسان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكرم شاب شيخا في سنه، يعني في شبابه، ما أكرم شاب شيخا لسنه، نعم، يعني أكرمه لسنه، إلا هيأ الله سبحانه وتعالى من يكرمه عند نفس السن. يعني لما تكبر، لأن الجزاء من جنس شنو؟ من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء الإحسان إلا. فأنت عندما تكرم كبار السن ستجد من يكرمك، عندما تسيء إلى كبار السن تأكد بأنك ستدفع الثمن، لأن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذا باختصار فيما يتعلق على كل بمسألة الكبير والصغير، ولكن هنالك أيضا حقوق بطبيعة الحال لموضوع الزوجة أو علاقات الزوجين ببعضهم البعض. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الحقيقة ونحن يعني نتحدث عن هذا الموضوع الهام، وخاصة يعني في البيوت، نحب أن تشير لنا إلى يعني قضية القدوة وتأثيرها البالغ الناحية العملية لأن يتأسوا الأبناء بما يشاهدون، وذلك أنه إحنا كآباء وأمهات يعني لا يخلو البيت لا شك يعني من يعني اللي هم الجدود للصغار، وبقدر ما يكون حقيقة الوالدين يعني عمليا هم يقومون بخدمة يعني من هم آباء أو أعمام لهم أو عمات، وبقدر ما يكونون يظهرون يعني هذا البر والتقديم والكلام الحسن، الأبناء أيضا هذه الصورة، هذه النقطة أظن يعني من الأهمية بمكان، بحيث الطفل حقيقة يرى منك أنت هذا، وكما أشرتم أنه كما يعني النبر نحن سوف يبرنا أبناء. فلو أكدتم لنا هذه المسألة وتأثيرها البالغ الناحية العملية كقدوة، بحيث أنا أجد من ولدي ما يدفعه لأن يعني يقلد، ونحن نعرف أن التقليد حقيقة له مساحة كبيرة في نفسية الطفل. تفضلوا جزاكم الله. طبعا في علم التربية نعم بشكل عام يعني الإنسان تدخل إليه المدخلات التربوية بالعديد قد تدخل عليه بالأحداث فيرى حدثا يؤثر عليه، قد تدخل عليه بالأفعال، يرى شخص فعل أمامه فعلا وينطبع في ذهنه، قد تدخل عليه بالأقوال، أن يسمع منك قولا فيحفظ هذا القول. وكثيرا ما تمر علينا بأنه كثير منا الآن يقول والله هذه الكلمة سمعتها وأنا طفل من الشيخ الفلاني، من الوالد كذا. وكل منا تقريبا إلا ومنطبع عن والديه انطباعات معينة، يعني يقول لك أنا والله عندي الحدث الفلاني لا أنساه، والدي فعل فيه كذا وكذا. هنا أنت كأنما تتكلم عن موضوع التربية بالقدوة. نعم. التربية يعني عندنا التربية بالأقوال، التربية بالأفعال، التربية بالأحداث، التربية بالقدوات، التربية بالقصص، هذه كلها أنماط على كل من التربية. وبالتالي التربية بالقدوة هي من أفضل أنواع التربية. بمعنى أن يتطابق فعل القدوة مع أقواله وما يدعو إليه. يعني مثلا أديك مثال، عندما يقول الوالد لولده اترك السجائر، وهو ما شاء الله طالع ونازل بسجارته، يعني تصور ما الذي سيفعله هذا الطفل؟ يقول إن كان هذا الأمر حراما فالأولى كان أن يتركه، صحيح. وإن كان هذا الأمر ضارا فالأولى به أن يمتنع عنه، مش كده؟ نعم. كيف يأمرني بأمر ولا؟ نفس الطريقة مثلا أن يقول لك والله يا ولد صلي وهو لا يصلي، يا ولد افعل كذا وهو لا يفعل. هذه تحدث في الطفل تحديدا اضطراب، أن الطفل ينظر إلى والده بأنه قدوة، وينظر لوالده بأنه أعلم بكل شيء كما يقول، يعني هو ما يتصور. لذلك الآن الطفل لا يجد غضاضة في أن يسألك عن كل سؤال، يسألك في الشريعة وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفي التاريخ والجغرافيا. يعني عند الطفل أنا الآن مثلا تبارك الله من يكثر السؤال، يكثر أحيانا حتى يحرجك،
انه انت تشعر بانها ليس تخصص، لكن تعطيك انطباع انه الاطفال ينظرون الى ابيهم بانه يعرف كل شيء. حتى لو امي سبحان الله لا ينظرون الى اميته ولا يعرفون اميته، قد يعرفونها مؤخرا انه والله والدهم كان ايه؟ كان اميا، لكن هم في الطفوله ينظر الى الوالد بانه والله الاعلم، الاعرف، الاحكم، الاكثر تجربه، الاكثر حنكه، وهكذا. فنحن نستثمر هذه، لا بد ان نستثمر مساله انه والله كيف نجعل اعجاب الطفل بوالده، اهتمام الطفل بهذه النظره الابويه انه والله ابوه كل شيء، كيف نستثمرها لنزرع فيه ايه؟ القيم الفاضله. فكما تفضلت لا بد هنا هذا الاستثمار أن يكون الوالد يستفيد من كل هذه المساحات بالقول، فيرمي كلمة ويحرص. وهذا نهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من قضايا الأرض ما كان يجلس يقول لهم تعالوا في حلقة ليجلسوا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليست طريقته. النبي صلى الله عليه وسلم راكب الناقة، جالس، الناقة تبرك، ماشي إلى المسجد، جاي من المسجد، راجع من البيت، جاي من المعركة، يدعو حياته كلها. فالصحابة وهم ينقلون لنا هذه النماذج تجد ما في إنه والله حلقة علم قاعد بها عشان يقول لهم والله اليوم الدرس من كذا، لا. فالوالد هكذا يجب أن يكون مع طفله، يعني ماشي إلى المسجد أرمي له كلمة. نعم. أخطأ خطأ، أحسن قدر الإمكان تصويبه في الخطأ، ولا تحاول أن تعنفه، ولا تحاول أن تشعره أمام الآخرين بأنه والله هو وقع في عيب أو لا. أحرص قدر الإمكان، لأن هذا سينطبع، طريقة معالجتك ستنطبع، وطريقة أيضا تعليمك له ستنطبع. وأيضا الطفل مثلا يقولون ما دون السابعة القيم الأساسية للطفل تزرع في هذا الوقت. فأنت تستثمر مثلا من عمر 5 سنوات أو 4 سنوات، بعض النابغين من 4 يكون هو خلاص مميز، يعرف ما يقال له. فاحرص في هذه الفترة أن تربيه. أول قضية أنا عموما أنصح بها أن تربيه على الصدق. نعم. وعلموا بأن الصدق مدخل كل خير، يا سلام. وأن الكذب مدخل كل شر. نعم. ليش الفائدة في ذلك؟ الطفل إذا تربى على الصدق سيكون صادقا مع الله في عبادته، وسيكون صادقا مع الخلق في معاملته. جميل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، مش كده؟ لا يزال الرجل يصدق ويتحرى حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب إلى آخر الحديث. فأنت لو ربيت هذا الطفل، ويا ريت كمان تذهب في اتجاه المكافآت. جميل. كل ما صدق، يعني مثلا أنا سياستي الآن، الولد لو أخطأ ولكنه صدق يجب ألا تعنفه. جميل. هو يشعر هنا بأنه الصدق أمان. نعم. ولا يترتب على الصدق ضرب مثلا. لكن لو أنه يصدق معك وأنت تضربه إذا صدق، ما يصدق مرة أخرى. فعزز فيه روح الصدق وخلق الصدق من خلال أنك أول حرضه على الصدق، ثم كافئه على إيه؟ على الصدق. وإذا حاول أن يخطئ ويكذب بين له خطورة الكذب، لأنه سبحان الله هذه المسألة ستؤثر في صلاته، مسألة الصدق ستؤثر في وضوئه، ستؤثر في أنه ذهب المسجد أو ما ذهب المسجد، ستؤثر في علاقته مع أصدقائه الكذب، وهكذا. فأول نقطة أنا في تقدير مدخل الصحيح لعملية التربية بالقدوة. ثم أيضا يجب أن يلمس منك بأنه والله أنت صادق. جميل. فمثلا ما يمكن أنت والله تعده وتخلف، تقول كلاما ويشعر أنك في هذا الكلام لست صادقا، لما تكذب عليه أو تكذب على والدته أو تكذب على إخوانه. هذه كلها من القضايا حقيقة الخطيرة اللي ربما تجعل الطفل تنطبع في ذهنيته إن والده ليس قدوة. أحسنتم، بارك الله فيكم. الحقيقة وهذا الحديث الطيب الشيق يستمر معنا، ويمكن قبل أن ننتقل إلى محور المعاملة الأهل لأهله، الرجل أقصد يعني أهله، لكن لعلنا في موضوع الصغار في هنالك نقطة ربما أراها جوهرية، وهي قضية الخلطة للأبناء مع يعني الآخرين، هذه واصطحابهم مثلا في المجلس في البيت، كيف يكون الوضع، مثلا أخذه للمسجد، أخذه لبعض أماكن الكبار. الحقيقة يعني هنالك يعني وضعين، أو بين من يرى حقيقة يعني القسوة على الأولاد وإبعادهم، وحتى ربما نهرهم وزجرهم من أن يجلسوا مع الكبار،
وأيضا يعني إن رأينا إجلاسهم فما الفوائد التي تكتسب، وربما ما التوجيهات أيضا لحضور مثل هذه الاجتماعات أو هذه الخلطة مع غيرهم حتى يعني تغرس فيهم بعض الصفات الإيجابية في هذا المجال. لعلكم تكرمون بالحديث في هذه النقطة. حقيقة موضوع الخلطة والاعتزال أو العزلة إن صح التعبير هي مسألة نسبية، صعب أن نقول فيها قولا واحدا. مثلا الطفل الذي هو تربى على كيف يجلس مع الكبار، نعم. تربى أن يستمع، تربى أن لا يحدث ضجيجا، تربى أن يجلس مع والده بجواره، تربى أن يكون يوقر الكبار ولا يقاطعهم في حديثهم. هذا الطفل إجلاسه مع الكبار مهم. جميل. لأنه سيكتسب خبرة، سيكتسب كذلك من المناقشات علم، سيكتسب سلوك إلى غير ذلك. وبالتالي هذا الطفل الذي هيأته لهذا هذا النوع من الفعل اصطحبه معك في المجلس. في نوع آخر من الأطفال، نوع مشاغب صاحب ضجيج، لا يستطيع أن يريح الضيف. إذا معك ضيف يشعر الضيف بأنه والله متى يخرج من هذا الوضع الصعب. بعض الناس لا يحتملون، بعض الناس أنا أعرف بعض الناس كتب، حتى بعض المشايخ كتبوا عن أنه كيف أنه والله الناس يزعجون في الدواء. فالمسألة ليست حدية، لاحظت؟ ليست يعني لا يمكن يأتيك ضيف وهذا الضيف من بداية الجلسة إلى نهايتها هو يحافظ على ملابسه لا تتسخ، يحافظ على الشاي لا يتدفق في جسمه، يحافظ أنه والله عمامته مثلا لا تخلع، وهكذا. أنا بعض الأطفال يعني صعبين في الحركة. هذا الطفل من هذا النوع لا تصطحبه معك حتى تربيه. نفس الطريقة اللي نقولها في المجلس، يعني الذي تأتي به في المجلس ربيه أولا كيف يأتي في المجلس. يعني بعض الناس يقول والله يا أخي ليش الناس تنزعج من الأطفال في لا، الناس ما ينزعجون من الأطفال في المساجد، ينزعجون من إزعاج الأطفال في المساجد. فأنت ربي طفلك وتعال به في المسجد، ربي طفلك وتعال به في مجالس الكبار. لكن أن والله هذا الطفل يكون مصدر قلق لضيفك فإن هذا ليس مما يتناسب مع وضعية احترام الضيف وتوقيره وتقديره وهكذا. فعلى كل هي المسألة مسألة نسبية. اصطحاب الأطفال خاصة الراشدين المميزين، أنا لاحظت كثير من الناس سبحان الله حتى بعد أن كبروا في السن يحكوا لك بأنه في الطفولة كان إيش وضعه، إنه كان الوالد يقول لك يصطحبني في المجالس، والدي يصطحبني في الجلسات بتاعة الأحكام، فصل المنازعات. فهذه على كل تتفاوت، والناس تحتاج على كل في كلا الحالين تحتاج الصبر مع الأطفال. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الحقيقة الجانب الآخر وهو موضوع الحقوق حقيقة بين الزوجين، حقيقة موضوع أظن يحتاج إلى بسط كلام، وفيه يعني حقوق متعددة سواء على الزوج أو حتى يعني الزوجة أيضا. يعني حقيقة الكلام فيه يحتاج إلى بسط، ربما يعني إشارة خفيفة ثم نؤجل التفاصيل فيه إن شاء الله لحلقة قادمة، يكون هذا ربما إن شاء الله الختام. بارك الله فيكم. طيب ما في مشكلة، إن إحنا خلينا إن شاء الله موضوع الأزواج يمكن أن تفرد له إن شاء الله حلقة، لكن هنالك بعض الأحاديث فيما يتعلق بكبار السن. شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قسوة قلبه. يا الواحد يقول والله أنا يا رسول الله أشكو قسوة القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده قال له عليك بإطعام الطعام، نعم مش كده، وعليك كذلك بمسح رؤوس الأيتام. سبحان الله، لما تذهب وتحاول أن تكون مع الضعفاء وتعيش معهم وتذهب إلى الأيتام وتداعبهم وتلمس على رؤوسهم وتربت على أكتافهم، فإن هذه سبحان الله تنزل على الإنسان من الرحمة. وهذه مسألة إلهية ليست مسألة، لأنها نسميها الأحوال. يعني هذا مقام الذهاب إلى المسكين، مقام الذهاب إلى اليتيم، مقام مسح، هذه كلها مقامات يفعلها الإنسان. لكن هذه المقامات تصاحبها أحوال، والأحوال ربانية كما يقولون، والمقامات كسبية، أنك أنت تفعل فعل فتترتب عليه إيه؟ ترتب عليه هبات من الله سبحانه وتعالى. فهذه الهبات المهمة جدا في إطعام طعام للمساكين ومسح رؤوس الأيتام أحوالها طمأنينة القلب وعدم قسوته. طبعا هذه مسألة مهمة جدا. يعني إنسان إذا عانى من قسوة القلب عليه بالذهاب إلى الضعفاء، عليه بالذهاب إلى المرضى، عليه بالذهاب إلى المقابر، عليه بالذهاب بتذكر الآخر. هذه كلها مما تجعل القلب يلين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار على كل إلى مسألة مهمة جدا، وهي إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المساكين وامسح على رؤوس الأيتام. فهذه كلها
في ما يتعلق بالكبار، فيما يتعلق بالصغار، فيما يتعلق بالضعفاء، على كل تؤثر بطبيعة الحال في مسيرتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرحم الصغار وممن يوقر الكبار ويعرف لهم حقهم. بارك الله فيكم مشاهدونا والمشاهدات الكرام، في ختام حلقتنا هذه وقد استمعنا إلى هذا الحديث الشيق الماتع النافع إن شاء الله فيما يتعلق بالرحمة وكيف تكون بين صغارنا، والتوقير والاحترام كيف يكون كذلك لكبارنا، حتى إن شاء الله تعالى تكون المجالس وتكون الحياة الأسرية حياة قائمة على الطمأنينة وعلى السكينة وعلى الاحترام وعلى إعطاء الحقوق، كل ذي حق حقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.